اهلا بيكم في الجولة ال11 من بطولة جراند سويس 2025. اهلا بيكم في الجولة اللي هتحدد بطل البطولة واللي هتحدد الشخصين اللي هيتأهلوا لبطولة المرشحين علشان ينافسوا بطل العالم. ترتيب البطولة بعد الجولة العاشرة كالتالي: حرفيا اول 5 مراكز معاهم 7 نقاط، دول اللي عندهم فرص كبيرة جدا ان هم يكسبوا البطولة او انه يحقق المركز الثاني علشان يصعد للمرشحين. فتعالى نحلل المباراة الأسطورية اللي اتلعبت فيها 4 نقلات بريليانت ما بين اللي محتل المركز الأول ماتياس ضد علي ريزا. ماتياس هو اللي بيلعب بالقطعة البيضاء بتصنيف 2671 وجنسيته ألماني واسمه مضحك جدا، ماتياس بولوبوم، ضد فيروزة اللي بيلعب بالقطعة السوداء بتصنيف 2754 وجنسيته فرنسي. ماتياس يقرر انه يطلع بالبدء في الدي 4، فيروزة يكمل ببدء في الاف 5، ماتياس يروح منتشر بالبدء في السي 4، فيروزة يروح منتشر بالحصان، ماتياس هو كمان يروح منتشر بالحصان، فيروزة يكمل ببدء في جي 6 بيحضر انه ينتشر بالفيل، بيحضر انه يبيت، ماتياس يروح مكمل وينتشر بالحصان في سي 3، فيروزة فعلا ينتشر بالفيل علشان يبيت، ماتياس يكمل اخر نقلة من الافتتاحية ويروح طالع بالبدء في البي 4، فيرد عليه فيروزة يروح مقدم بدء في البي 6 بيحضر انه ينتشر بالفيل ويبقى عنده فيل اسطوري في الشكل ده، فيكمل فيروزة اقصد ماتياس ويروح مقدم البدء في الاي 3 بيحضر انه ينتشر بالفيل بتاعه في اي مكان علشان يبيت، فيروزة يكمل ويروح منتشر بالفيل، ماتياس يروح منتشر بالفيل، فيروزة يروح ببيت، وبعد كده ماتياس يقرر انه يبيت، فيروزة يكمل ويروح مقدم البدء في الاي 6، ماتياس يروح مقدم بدء في الاي 5، فيروزة يروح طالع ببدء في الاي 5 بيقول له كل البدء، فماتياس يروح واكل بدء ببدء، فيروزة يروح واكل بالروك، ماتياس يروح طالع بالوزير بتاعه في الدي 3 بيدعم البدء اللي موجود في الاي 4 من اي افكار في الشكل ده، بس كده كده البدء ده محمي عن طريق الروك والوزير والحصان، فيكمل فيروزة في الشكل ده ويروح لاعب الحصان بتاعه في الاي 4. هنا احنا محتاجين نعرف حاجه، احنا زي ما قلنا ماتياس هو اللي في القمه، هو اللي في المركز الاول، طب هو ليه اصلا هو في المركز الاول مع انه معاه 7 نقاط في الموقف ده وبقيه الناس الاربعه اللي تحتيه برضه معاهم 7 نقاط؟ الفكره كلها ان ماتياس ما خسرش اي مباراه من المباريات اللي هو لعبها، وهو اقل تصنيف في ال5 اللي موجودين، فهو تصنيفه 2671 في ظل ان فيروزة تصنيفه 2754، فماتياس لو خلص الجيم ده تعادل هو اللي هيبقى فوق فيروزة، هو اللي هيبقى برضه في القمة ويقدر يكسب البطولة او انه يصعد المرشحين، فكل اللي عاوزه ماتياس في الجيم انه يخلص الجيم تعادل، عكس فيروزة اللي عاوز يكسب الجيم علشان يقدر يبقى في الصدارة او انه يصعد المرشحين ويبقى في المركز التاني. فمن مصلحة ماتياس انه يكسر القطع بدري بدري ويوصل الجيم لبوزيشن بسيط علشان يخلص الجيم تعادل، وده اللي هيحصل في الجيم. ماتياس يقرر انه ياكل الحصان اللي موجود في الاي 4، فيروزا يروح واكل بالبدء بيهدد الحصان، ماتياس يروح راجع بالحصان، طبعا بيهدد البدء بس البدء ده كده كده محمي عن طريق الفيل، فماتياس يكمل ويروح مقدم البدء في السي 5، فيروزا يروح لاعب اقصد فيروزا يروح مقدم البدء في السي 5، فيرد عليه ماتياس ويروح لاعب الفيل في البي 2، فيروزا يروح واكل البدء، ماتياس يروح واكل بالفيل طارب تليت فيل قصاد فيل، تاني يرد عليه ويروح واكل، ده يرد عليه ويروح واكل بالبدء، بعد كده فيروزا يقرر انه يطلع بالحصان في السي 6 بيهدد انه ياكل البدء الموجود في الدي 4، يرد عليه ماتياس يروح لاعب الوزير في الاي 3 ويحمي البدء، فيروزا يكمل بحصان في الاي 7، بعد كده ماتياس في الشكل ده يقرر انه يقدم البدء في الدي 5. تقول لي ايه ده؟ ليه بدأ في الدي 5؟ ده المربع ده متهدد ب4 قطع في الشكل ده، فانت هنا هتخسر بدقين قصاد بدق. الفكره كلها ان ماتياس يكمل، اقصد ان فيروزه يكمل ويروح واكل البدق اللي موجود في الدي 5، ماتياس يروح واكل بالبدق، فيروزه ياكل البدق عن طريق الفيل، بعد كده ماتياس يروح لاعب الفيل بتاعه في السي 4. الفكره كلها ان انا دلوقتي طالب تريد فيل قصاد فيل، لو انت اكلت الفيل ده ساعتها هاكل بالحصان بهدد ان انا اكل الروك وبعد كده اكل البدق اللي موجود في الاي 4، ففيروزه هنا ما ياكلش الفيل اللي موجود في السي 4 ويروح لاعب الروك بتاعه في الاف 7 علشان يلغي البن اللي حصل على الفيل، فماتياس يرد عليه ويروح واكل الفيل، فيروزا يروح واكل الفيل عن طريق الحصان بيهدد انه ياكل وزير، بعد كده ماتياس يروح واكل البدء بالوزير بيهدد انه ياكل الحصان، بس الحصان ده كده كده محمي عن طريق الروك، فعلشان كده فيروزا قرر انه يلعب الحصان بتاعه في الاف 4، ماتياس يروح لاعب الحصان
في الاف 3، فيروزة يروح طالع بالوزير في الاف 6، ماتياس يلعب الروك بتاعه في البي 1. الفكره بسيطه، اللي انت لما تيجي تقدم البدأ بتاعك في البي 5 ساعتها اقدر اكل بالروك، ولو انت اكلت بالروك اكل بالبدأ، فالبدأ ده محمي عن طريق الوزير. فيروزة يكمل بروك في الاف 5 زي ما انت شايف كده، طابور عيش من اللاعب الاسود، حصان، ايه ده، لا لا، حصان روك وزير روك بالشكل ده. الفكره الجايه اللي انا اقدر احرك الحصان بتاعي في اي مكان، وساعتها اقدر اضغط على الحصان اللي موجود في الاف 3، فماتياس يرد ويروح لاعب الروك بتاعه في البي 3، بيحمي الحصان اللي موجود في الاف 3 في المستقبل. فيروزة يقرر انه يقدم البيدق في الدي 5، بيهدد انه ياكل الوزير، ما تقدرش تاكل بسبب حماية الروك، وبحاول ابعد الوزير ده عن حماية الحصان اللي موجود في الاف 3. فماتياس يروح متحرك بالوزير في البي 4، بيضغط على البدء اللي موجود في البي 6. ففيروزة في الشكل ده يقرر انه يلعب اول نقلاته يعتبر البريليانت، بس هي ما اتحسبتش بريليانت، ويروح واكل البدء اللي موجود في الجي 2. الفكرة هنا بسيطة جدا، اللي انت لو اكلت الحصان ده عن طريق الملك ساعتها هرد عليك واروح واكل الحصان اللي موجود في الاف 3، وانا هنا بكسب بدء، علشان انت حتى لو اكلت انا هاكل بالوزير واضغط على الملك اللي موجود في جي 2. فعلشان كده ماتياس ما اكلش الحصان ده، وقرر انه يلعب اول نقلاته البريليانت، ويروح واكل البدء اللي موجود في البي 6. فالسؤال هنا، ليه نقله الوزير اللي موجود في البي 6 نقله بريليانت بالشكل ده؟ بسبب ان اللاعب الابيض بيستعيد البدء اللي هو خسره في جي 2، وكمان هو بيحمي الحصان الموجود في الاف 3 بطريقه غير مباشره. فانت هنا كلاعب اسود تقدر تاكل الحصان الموجود في الاف 3، بس انا ساعتها هرد عليك واروح واكل الوزير. انت هنا تعمل ايه؟ تاكل بالروك ده مثلا، ساعتها هرد عليك واروح واكل الروك اللي موجود في الاف 3. تاكل انت بالروك، اروح واكل الحصان اللي موجود في جي 3. انت هنا تلعب الروك بتاعك علشان تهدد، انا كمان هلعب الروك بتاعي وهدد، وانا هنا اموري طيبه، وانا هنا بوصل الجيم لتعادل. فيروزة مش عاوز يوصل الجيم في تعادل، فعلشان كده هو قرر انه ياكل الوزير اللي موجود في البي 6. ماتياس يروح واكل بالروك، وهنا فيروزة متهدد له الحصان الموجود في جي 2. لو انت اكلت الحصان انا كمان هاكل الحصان. فيروزة ما ياكلش الحصان اللي موجود في الاف 3 ويروح لاعب الحصان في الاف 4، بيحاول يخلي الجيم معقد، بيحاول انه ما يكسرش القطع بتاعته. فماتياس يكمل ويروح لاعب الحصان في الدي 4، بيهدد انه ياكل الروك. فيروزة يروح لاعب الروك بتاعه في الاي 5، ماتياس يروح مقدم البدء في الاف 4، فيروزة يروح لاعب الروك في السي 7، فماتياس يروح مقدم البدء في الاي 5. فيروزة يروح لاعب الروك بتاعه في السي 4، بيهدد انه ياكل الحصان اللي موجود في الدي 4 علشان الحصان ده رخم لفيروزة. ففيروزة هنا عاوز يلعب الروك ده او الروك ده في الاي 2 علشان يقدر يخش بتشيكات ويقدر يكسب بتشيك ميت. دي افكار فيروزة، فهو عاوز يبعد الحصان اللي موجود في الدي 4. ماتياس هنا ما يحركش الحصان بتاعه في اي مكان، ويقرر انه يلعب اول نقلاته البريليانت ويروح مقدم البدء في الاس 6. الهدف من النقله دي، الهدف دلوقتي اللي انت تقدر تاكل الحصان الموجود في الدي 4. ساعتها اروح مقدم البدء في الاس 7. تقول لي طب ما انا هلعب الروك بتاعي في الاي 4 وامنع الزقه دي. هقول لك لا، الروك في البي 8 تتشيك على الملك، تتحرك بالملك، اقدم البيدق، ارقي الوزير، تاكل بالروك، اكل بالروك. واي نعم هنا انت معاك بيدق رخم موجود في الدي 5، بس انا معايا فرق روك قصاد حصان. تمام. فهنا فيروزة ما اكلش الحصان اللي ببلاش الموجود في الدي 4، ولعب الروك بتاعه في الاي 4 علشان يمنع زقه البيدق في الاس 7. فرد عليه ماتياس وقرر انه يلعب ثالث نقله بريليانت، بيدق في الاتش 4. الفكره اللي انا لا زلت بضحي بالحصان اللي موجود في دي 4، والافكار بتاعت دي واضحه، صح. الفكره الثانيه ان نقله البدء الموجود في الاتش 4 نقله بريليانت بسبب انه بيمنع الروك انه يتحرك في جي 5. تقول لي ايه الفكره؟ اقول لك هنا ان ماتياس عنده فكره انه ممكن انه يقدم البدء بتاعه في الاي 7، فاللاعب الاسود لما يجي ياكل البدء اللي ببلاش ساعتها هرد عليك واروح لاعب الحصان بتاعي في السي 6. هات الروك اللي موجود في الاي 5، هات الروك اللي موجود في الاي 7. ازاي تقدر تمنع ده؟ تمنع ده عن طريق اللي انت تحرك الروك بتاعك في الجي 5 بتشيك، فاللاعب الابيض يتحرك وبعد كده تحمي الروك التاني، وعندك افكار مميتة في الشكل ده بدخول الروكين، واللاعب الابيض بيخسر الجيم. فعلشان كده ماتياس ما تسرعش وما قدمش البدء بتاعه في الاي 7، وراح مقدم البدء في الاتش 4 بتالت نقله بريليانت علشان يمنع
نقلة الروك في جي 5. ماتياس يكمل ويروح، اقصد فيروزة يكمل ويروح متحرك بالملك بتاعه في جي 7. فماتياس يروح مدي تشيك بالروك في البي 7، تشيك على الملك. فيروزة يروح متحرك بالملك، وبعد كده ماتياس يروح مقدم البيدق في الاف 7. وطبعا رابع نقله بريليانت الشكل ده بسبب ان هو لا زال بيضحي بالحصان، وطبعا الافكار واضحه ان هو لو اكل ساعتها يقدم الوزير، وانت هنا رحت في 60 داهيه يا فيروزه. تمام. فالمهم فيروزه طبعا ما اكلش الحصان في الشكل ده، وقرر انه يلعب الروك بتاعه في البي 2. زي ما قلت لكم الافكار بتاعت فيروزه واضحه في الشكل ده، ان هو عاوز يدي تشيكات على الملك اللي موجود في الجي 1. ماتياس يقرر انه يلعب الروك بتاعه في البي 1 علشان يوسع للملك بتاعه في اي مكان. فيرد عليه ماتياس ويروح محرك الحصان يدي تشيك على يرد فيروزة ويلعب الحصان في الاي 2 ويدي تشيك على الملك. ماتياس يروح واكل بالحصان، فيروزة يروح واكل بالروك. وزي ما قلنا من مصلحة ماتياس ان الجيم يخلص تعادل، وفيروزة يقدر يخلص الجيم تعادل في الشكل ده يا شباب. فيروزة يقدر يفضل يدي تشيكات ما لا نهائية على الملك اللي موجود في الجي 1. ماتياس هنا قرر ان هو بالمناسبة يلعب الروك بتاعه في الدي 7، تشيكات لا نهائية عن طريق ان هو يلعب روك مثلا في جي 2، اتحرك بالملك تديني تشيك اتحرك بالملك، تديني تشيك اتحرك بالملك، تديني تشيك اتحرك بالملك، تديني تشيك اتحرك بالملك، تديني تشيك، هكذا، والجيم يخلص تعادل بالتكرار في الشكل ده. بس مش من مصلحة فيروزة انه يخلص الجيم تعادل. يعني فيروزة دلوقتي في ايده انه يخلص الجيم تعادل، بس هو مش عاوز يخلص الجيم تعادل، فعلشان كده هو ما اداش تشيكات بالتكرار على الملك اللي موجود في جي 1، وراح لعب الروك بتاعه في الدي 2 علشان يحمي البدء اللي موجود في الدي 5. ماتياس يروح لاعب الروك في الاي 1، فيروزة يروح متقدم البيدق في الدي 4. ماتياس يروح متحرك بالملك في الاف 1، فيروزة يروح لاعب الروك بتاعه في الاتش 2، بيهدد انه يكسب تشيك ميت في نقله واحده بس بعد ما يلعب الروك بتاعه في الاتش 1. ماتياس يحمي فكره التشيك ميت عن طريق انه يلعب الروك بتاعه في الاي 2. فيروزة يديله تشيك، ماتياس ما يقدرش يتحرك بالملك بتاعه في اي مكان، فانت مضطر ان انت ترجع بالروك في الاي 1. فرد عليه فيروزة بالروك في الاتش 1، تشيك على الملك، الملك راح متحرك، ودلوقتي انت بتخسر الروك اللي موجود في الاي 1، وده اللي حصل في الجيم. فيروزة راح اكل الروك اللي موجود في الاي 1. انت هنا ازاي تقدر تعوض ده؟ تعوض ده عن طريق اللي انت تقدم البدء بتاعك في الاي 8، وده اللي حصل. فرد فيروزة وراح اكل وزير. ماتياس راح اكل الروك اللي موجود في الاي 1، افضل نقله. خلاص هو دلوقتي بيوقف البدء اللي موجود في الدي 4. فيروزة يرخم عليه عن طريق انه يلعب الروك في الاي 2. فدلوقتي الملك ده زي ما انتم شايفين ما يقدرش يتحرك في اي مكان، واحنا عارفين ان الملك في الاند جيم افضل قطعه. فماتياس رد وراح اكل البدء اللي موجود في الدي 4 علشان يحمي البدء اللي موجود في الاتش 4. فيروزة يروح لعب الروك في الاتش 2 بيهدد انه ياكل البدء لما الملك يتحرك هنا. فماتياس يتحرك بالملك في الاف 1، فيروزة يروح متحرك بالملك، وزي ما قلنا هو هنا بيهدد انه ياكل البدء. ماتياس يروح متلاعب الروك بتاعه في الدي 7 علشان انت لو اكلت البيدق بالروك ساعتها اروح واكل، انت تتحرك اروح واكل، تروح انت متحرك اروح انا متحرك، وهنا الجيم تعادل. فيروزة طبعا ما يسمحلوش بالفكره دي ويحمي البيدق عن طريق انه يقدم البيدق بتاعه في الاتش 6. ماتياس يروح متحرك بالملك، هات الروك، الروك يروح واكل البيدق. فيروزة يروح لاعب، اقصد ماتياس يروح لاعب الروك بتاعه في الدي 5، تشيك على الملك، ما تقدرش تتحرك بالملك في اي مكان، فما عندكش غير ان انت تقدم البيدق. فرد عليه ماتياس وراح متحرك بالروك بتاعه في الدي 6. فدلوقتي الملك ده ما يقدرش يتحرك في اي مكان. فيروزة يروح لاعب الروك بتاعه في الاف 4 بيهدد انه ياكل البيدق. ماتياس يروح طالع بالملك يحمي البيدق. فيروزة يروح لاعب الروك بتاعه في الاف 8. بعد كده ماتياس يروح محرك الملك في جي 3، وخلاص الجيم تعادل في الشكل ده. بس فيروزة بيحاول انه يرخم، يحاول انه ممكن اللاعب الابيض يغلط. فانتوا عارفين الدنج غلط في بطولة كاس العالم، فكل حاجة متوقعة في الشكل ده. ماتياس يرد، اقصد فيروزة يرد ويروح متحرك بالروك بتاعه في جي 8. ماتياس يروح لاعب الروك في الاس 6، فيروزة يروح لاعب الروك. خلاص فيروزة هنا يعني خلاص طالب تريد قصد روك، ده رد اكل الروك، ده اكل بالملك، ده راح مقدم البيدق في الاف 4، ده اكل البيدق بتشيك. وقرر فيروزة انه يبص له ويقول له تعادل. الاتنين وقفوا الساعة، سلموا على بعض، والجيم خلص تعادل في الشكل ده. ليه؟ علشان انت لو اكلت البيدق اللي موجود في الاف 4 ساعتها تعمل ايه؟ تقدم مثلا البيدق ده ملك في جي 3، تتحرك بالملك، اتحرك بالملك بتاعي هنا حتى في الاتش 2، وخلاص ما تقدرش تزق.
يعني انا هفضل اتحرك هنا بقى كده، اللي هو مثلا انت تعمل لي تقدم بيدا العب لك ده، انت تتحرك كده اتحرك كده اتحرك كده اروح نازل، اتحرك اروح طالع، اتحرك كده اروح عامل، اتحرك كده وهنا اروح متحرك تديني تشيك. خلاص تعمل ايه هنا؟ انت ما تقدرش تتحرك بالملك بتاعك، يعني لو اتحركت هنا خلاص الجيم تعادل. بص كده، انا الملك ده ما يقدرش يتحرك في اي مكان، ولو انت بعدت بالملك بتاعك في اي مكان هاكل بدل الموجود في الاتش 2. وكل سنه وانت طيب. طيب دلوقتي ايه اللي حصل؟ ماتياس اتعادل. ايه اللي حصل في اللجام التانية؟ اللجام التانية كلها خلصت تعادل. كل الناس اللي كانوا معاهم 7 نقاط كلهم خلصوا اللجام بتاعتهم بالتعادل، ما عدا الأسطورة أنيس جيري. كسب مين؟ كسب هانز نيمان في الجولة الأخيرة وبقى معاه 8 نقاط. هو الوحيد اللي معاه 8 نقاط في البطولة، فهو الوحيد اللي كسب بطولة جراند سويس. وتحتيه ماتياس في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ونص. فيروزة برضو برصيد 7 نقاط ونص، بس زي ما احنا قلنا فيروزة تصنيفه أعلى، ماتياس تصنيفه أقل. ماتياس حقق نتائج أحلى، فبالتالي فيروزة ما يتسواش تمام بماتياس. وكمان فيروزة خسر جيم، يعني ماتياس ما خسرش ولا جيم حرفيا من اول لما بدأ البطولة. طيب عاوزين نبص على حاجة هنا، ده احنا كنا عارفين ان دي النتائج بتاعة البطولة. وبصوا هنا في ده كانت اللي هي بطولة المرشحين. بطولة المرشحين عندنا فابيانو كاروانا صاعد من 2014 تمام، علشان هو افضل واحد في 2024 2014 ايه الغباء ده تمام، افضل واحد في 2024 حقق نتائج. هو صاعد من 2024 بسبب انه في عام 2024 اشترك في بطولات صعبة كتير جدا، حقق نتائج اسطورية. فعلشان هي كده هو كان اكتر لعيب زي نظام مجتهد في السنة تمام. انيس جيري طلع علشان هو اللي كسب بطولة جراند سويس 2025. ماتياس طلع في المركز الثاني، فعلشان كده هو صعد لبطولة المرشحين. عندنا 3 مراكز مهمة، ألا وهي بطولة كأس العالم مركز أول، بطولة كأس العالم مركز تاني، بطولة كأس العالم مركز تالت. وده أهم حدث في تاريخ الشطرنج حرفيا، بطولة كأس العالم دي، علشان البطولة دي هتبقى أسطورية. ماجنس كارسن ممكن يشارك فيها، ممكن. لحد دلوقتي احنا ما نعرفش اصلا اذا كان ماجنس كارسن هيلعب بطولة المرشحين ولا لا. يعني كان في كلام بعد ما ماجنس كارسن خسر من جوكيش، كان في كلام ان هو قال ان هو ممكن يشارك في بطولة المرشحين، بس دي احنا ما نعرفهاش هي كانت اكيدة ولا لا. بس هو لو لعب بطولة كاس العالم كل حاجة واردة. فالمهم بطولة كأس العالم طبعا في 2025 دي مش عارف هتتلعب امتى، ممكن كمان شهرين 3 حاجة زي كده. فهيطلع منها 3 مراكز. وطبعا بايريت بايريتنج دوت اللي هو اعلى تقييم في العالم اللي هو ماجنس كارسن، فاللي تحتيه على طول هو فابيانو كاروانا. اقصد فابيانو ايه، لا هيكارو ناكامورا. هيكارو ناكامورا وفابيانو كارونا بيتخانقوا على المركز الثاني بحوالي كام نقطة. فهنا الفكرة كلها ان هيكارو ناكامورا علشان يقدر يصعد لبطولة المرشحين محتاج انه يكسب اي مركز من المراكز دي في بطولة كاس العالم تمام. ودي بقى اللي هي نفس النظام بتاعت فابيانو كاروانا في 2024، اكتر واحد شارك في بطولات في 2025 تمام. كان زمان الدنج، اللي هو الدنج مين اللي بيخسر من بطل العالم زي نيبو مثلا كده، وزي دلوقتي الدنج اللي خسر من جو كيش، فهو كان بيصعد على طول لبطولة المرشحين. بس دلوقتي قالوا لك لا، مفيش الكلام ده. طيب ايه الكلام اللي يحصل؟ اكتر اللعيبه المجتهده. طيب اكتر لعيبه مجتهده ازاي؟ اكتر اللعيبه اللي بتشارك في بطولات وبتحقق نتائج كويسه. طيب هل في اي استثناء طيب للدنج علشان يقدر يشارك في المرشحين؟ لا، بس احنا هنديله ريت عالي، يعني ريت كويس جدا، ان هو لو شارك في حوالي 3 4 بطولات في خلال السنة هيبقى اعلى واحد في السنة دي فيقدر يلعب في بطولة المرشحين. دي الفكرة. فالفكرة ان الدنج ما شاركش في اي بطولة لحد دلوقتي، فنهار ابيض بانه مش عاوز ينافس على البطولات اللي هي بتاعت كاس العالم. كاس العالم ايه بطولة بطولة العالم. بس كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا. اتمنى تكون عجبتكم واشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.